السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم فيديو سبيسيال بالنسبه ليا اللي هو غاتو اولا حلوه ديال عيد الزواجي اللي قدمتها لراجليكم. مفاجاه بسيطه بالنسبه ليا. في حقه يا ربي الله يخلي لي ويخلي لوليداتو. غادي نشارك معاكم كمبتدئه. بالنسبه للمبتدئات حتى انا مبتدئه بحالكم في الكيك ديزاين. غادي نشارك معاكم الجينواز والغاناش وطريقه الحشو بالتفاصيل. الصراحة جا رائع، نخليكم على مقادير وطريقة التحضير. فبسم الله على بركة الله. غادي نبدا معكم بطريقة الجينواز. هنا غادي نحتاج 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ. فأنا غادي ندير لواحد الجينواز اللي سريع التحضير بواحد المكون اللي غني على التعريف بما يسمى بميكسو. هنا درت 150 غرام ديال السنيده، غندير كلشي في دقه واحده. 140 غرام ديال الفرينه اللي هو الفورص، و10 غرام ديال الكاكاو. هنا غادي ندير معلقه صغيره ديال الميكسو اللي هو محسن ديال الجينواز، وغادي نخلط كلشي بالضراب الكهربائي، يعني كلشي في دقه. هاد بحال الجينواز يعني بحال كيسهل عليكم انكم تطلعوا بيض البيض بوحدو مع السنيده عاد تزيدوا الصفر. فهو كيساعدكم على ان الجينواز تحضر لكم فرمشه عين. كيف ما كتشوفوا دابا وجدت ليا الجينواز، خديت المول ديالي وغلفته بورق الزبده. هنا بالنسبه للمول فانا عندي 12 سنتيم. غادي نديرو الخليط ديالنا في المول وغادي ندخلو الفران فكيكون ناقص شمعة باش طيب لكم على خاطر خاطرها. فهي كتاخد شي ساعه الا ربع ديال الطياب. كطيب على المهل باش هكا طيب لكم من الداخل بزاف حيت كتجي عاليه. كناخد بواحد العود ديال الشيوه وكنبقى نخرج منها الهواء وهكا باش تجينا مفششه من الداخل يا لاله. غندوز للمرحله المواليه اللي غنصيبو فيها الكاناش. ايوا ها انت ركزي معايا. عندي هنا واحد الربع ديال الكاس ديال الكريمه باردة، وعندي 100 غرام ديال شوكولا غيش بلون، وعندي جوج ورقات ونص ديال الجيلاتين. وهنا في هذاك البول درت 250 غرام ديال الكريمه البارده. درت شويه ديال الفاني وممكن انكم ديروا الروح ديال الفاني. هنا مشيت ذوبتهم فوق بوطه مهيله. كناخذ هذوك الوراق ديال الجيلاتين اللي كنكون مفزكاهم من قبل في الماء وكندوبهم في هذاك الخليط ديال الكريمه والشوكولات. فكيدوب ليا الجيلاتين غير بالسخونيه ديال الشوكولات والكريمه. كنخلطهم مزيان وكنضيفهم على ديك الكريمه البارده اللي خليتها على جنب اللي هي 250 غرام ديال الكريمه. غادي نخلط مزيان مزيان حتى كتنسجم ليا ديك الجيلاتين والشوكولات. كنجمع الجوانب هكاك بسباتول وكنغطيه بابي فيلم كونتاك مع الكاناش. بالنسبه للكاناش الكحل ديالي فانا غادي ناخذ 100 غرام ديال الشوكولا غيش مع ربع كاس ديال الحليب. انا هنا غندير غير الحليب وورقه ونص ديال الجيلاتين. كيف ما كتشوفوا درت هنا 250 غرام ديال الكريمه كيف ما البيض كيف ما الكحل. غندخل هذاك الخليط ديال الشوكولات والجيلاتين مع الكريمه وغنعاود لي بابي فيلم وغندخلو الثلاجه ليله كامله. من بعد ما طابت ليا جينواز فانا غادي نحلها معكم. جات رائعه بزاف بزاف ومفشفشه وعاليه تبارك الله. هذاك ميكسو كيعاونكم انكم انها تصدق لكم 100%. غير عطيوها تطراب مزيان مزيان وكتطلع لكم نيت تبارك الله ما شاء الله وكتجيكم خفيفه. فسر النجاح ديالها هو الطياب. طيب على المهل نساوها في الفران شي ساعه الا ربع. كيف ما كتشوفوا فهي مفشه وجات عاليه تبارك الله. خرجت لي شحال من طبقه. درت الطبقات ديال الحلوى ديالي ومازال شاطو ليا لي جينواز.
من بعد ما بردات ليا ليلة كاملة خليتها ليلة كاملة كتبرد ليا، ما تقطعوهاش وهي سخونة، إلا قطعتوها وهي سخونة فيها غتفرشط ليكم. غنقطعها بهاد الموس اللي خديت من شي فهو كيسهل عليكم التقطيع ديال الجينواز، وكيجيو طبقات قد. صافي الليلة اللي مورا هاديك الليلة اللي قديت معكم فيها الكناش، كيف ما كتشوف الكناش جا شاد راسو مزيان، فهو ناجح مليون في المية، كونوا أكيدين. وشفتوا تبارك الله الجينواز شحال خرجت ليا من طبقة. كنطرب الجينواز كنطرب عفوا الكريمة ديالي بالطراب مزيان حتى كيذوب ليا اولا كيتزاد ليا الكمية ديال الكريمة وكيولي لي قاصح. الكناش جد رائع، زوين بزاف. وغادي نحيد عاوتاني البابي فيلم على الكناش الكحل وغادي نطربو معاكم. فهاد لي غاناش ممكن انكم تخدموهم في لي كوب كيك وفي الحشو ديال لي لاير كيك ولا ديال كيك ديزاين ولا اي حاجه بغيتو. الكريمه ديالكم تبقى واقفه، فهذا ما كيطيحش تبارك الله وكيجي قابط راسو. قد ما طول في الثلاجه فهو كيشد راسو، ما كيسيحش نهائيا وكيبقى نفس الزواقه. الا درتو في شي كاب كيك ودرتو ريضه كيبقى واقف مزيان. هنا من بعد ما طربتهم انا غنبدا معكم في المونتاج. بالنسبه للمونتاج هنا خديت المول ديالي ودرت ليه الغودويت. وبالنسبه للقرمشه فانا اعتمدت غير على البسكويت ديال كيت كات. وهنا الكراميل اللي غير شريته وحتى كنصيبو كيجي زوين بزاف. والحليب والفاني باش غادي نسقيه، صافي ما غاديش نسقيه بالقهوه نهائيا. كيف ما قلت لكم هذاك الغدويت ممكن انكم ديروا غير بابي غيتار، حتى هو زوين كيسهل عليكم ان الكاطو ديالكم يخرج بكل سهوله وما يلصقش. درت هذيك الطبقه اللي كانت لتحت ديال الجينواز اللي كتكون شويه شاده في راسها من التحت، سقيت الجينواز ديالي ودرت الكناش الكحل وغادي نبدا نبسطو بواحد المعلقه اللي عوجت باش هكا نتحكم في الليساج ديال الكناش ديالي، باش نوزع الكناش ديالي في الجوانب وفي كل شيء باش تجيني الطبقه متساويه. كنوزع الجوانب وكل شيء. كناخذ هذاك الكيت كات وكنديرو غير في الوسط باش منين ليسي هذاك الكاطو ديالي بالكناش ديال الكوفرتور ما يخرجش ليا هذاك الكروسيون من الجناب. كندير الطبقه الثانيه وكنسقيه بالحليب، ما تسقيوش بزاف، غير هنا كيبان الحليب من الفوق، ما تسقيوش بزاف. وكندير الكناش الابيض كيف ما كتشوفوا، حيت الكناش ديالي ثقيل بزاف تبارك الله وعاقد، تقطع ليا البوش جوطابل، تقطع ليا بتاتا. يعني راه تبارك الله شاد في راسو مزيان وما تخافوش منه، فهو كيصدق معكم من اول تجربه. كنبسط الكناش ديالي من فوق الجينواز عاوتاني، وهذيك الوسط كنحاول انني ندير بحال حفيره باش هكا ندير فيها الكراميل. غادي نوسع هاد الكراميل على جوج ديال المرات حيت غندير جوج ديال الطبقات. غادي ندير الكراميل غير الوسط في هذيك الحفيره اللي درت، وغادي ندهن هذاك الجينواز، هذاك الوجه اللي غادي نسد به الكاطو ديالي هو اللي غندهن عاوتاني بالكناج بيض باش هكا منين ندير الجينواز على هذاك الكراميل ما يشربش ليا الجينواز عفوا ما تشربش ليا هذاك الكراميل، يعني تبقى طبقه ديال الكراميل باينه مزيان. كندير عاوتاني طبقه ديال الجينواز وكنضغط مزيان على الجينواز حتى كنحس بها لصقات على الطبقه ديال الكريمه. وكنبقى غادا بنفس المراحل حتى كنكمل الكاطو ديالي كامل.
فبالنسبة ملي كملت الكاطو ديالي كامل غادي نمشي باش ندير معكم الكاناج دو ليساج. هنا عندي 400 غرام ديال شوكولا اونغوباج اللي هو بديل الشوكولاته، وعندي 100 غرام ديال الكريمه مسوسه. بالنسبه لطريقه التحضير انا غناخذ الشوكولات غادي نذوبو في حمام مائي اولا حمام مريم ما يوصلوش الماء نهائيا، وغادي نزيد عليه هذيك الكريمه وغادي نخلط مزيان مزيان، يعني كريمه غير بارده نخلط مزيان مزيان وغادي نبدا ليسي به. كيف ما كتشوفوا انا غادي ندير الكاناش ديالي في السطح اولا في الفوق ديال الكاطو ديالي باش هكا يجينا السطح ديال الكاطو مقاد مزيان مزيان. غادي ندير شويه ديال الكاناش الفوق وغادي ندخلو للمجمد باش هكا يشد ليا في راسو وما يعذبنيش السطح ديال الكاطو ديالي في الليساج. فانا كنوزع الكاناج ديالي للجوانب ديال الكاطو وغادي ندخلوه للمجمد. كيف ما كتشوفوا كيجي السطح متساوي ومقاد. كيبقى لكم تليسيو غير الجناب ولا ديروا الكاناش غير الجناب فقط. من بعد ما حيدت الكاطو ديالي من المجمد كيف ما كتشوف فاش السطح مقاد انا كنليسي الجناب. سمحوا لي بزاف بزاف ما شاركتش معكم الطريقه ديال الليساج، كيف ما قلت لكم حتى انا راه غير هاويه ماشي محترفه في هاد الكيك ديزاين وما شاركتش معكم كيفيه ديال التغليف. فانتوما اجتهدوا وغلفوا وتدربوا على التغليف وعلى الكناش، واخا شويه صعيبوا فيه العذاب ولكن ماشي مشكل. اي حاجه درتوها لوليداتكم بيديكم فرحوهم بها. المهم كنتمنى من الفيديو انه ينال اعجابكم. ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جديد. وبالنسبه للحريفيات فانا كنقول لكم حتى نتوما سمحوا لي فانا غير هاويه فقط. غنكون وصلنا للاخر. No, I won't make a sound. I love the pain.